السلام عليكم، مرحبا بكم شي بشرى، كنت شي بشرى، نتمنى تكونوا بخير وفي احسن الاحوال. اليوم غادي نحضر سندويتشات او خبيزات بالخضر والكفته، حشوه اقتصاديه كتعطي كميه لا باس بها، يليقوا لرمضان ويلقاو الايام العاديه. علاش لا؟ كيجيو رائعين وكيستحقوا التجربه. اول حاجه غنديرها هي غنحضر الحشو في المقله. كندير 2 معالق كبار ديال زيت نباتيه وغنضيف عليهم بصله كبيره مشلضه. ما غنضيف لا ملح ولا توابل، غادي نخلي هاد البصله كتشحر في هاد الزيت فقط بوحدها حتى كيذهب اللون ديالها بحال هكا. وسط هذيك البصله غادي ندير واحد فلفله حمراء كبيره اولا 2 فلفلات حمرات صغار اللي مقطعين بهذا الشكل. هاد الطريقه كتخلي الخضر كل حاجه كتبقى بالنسمه ديالها وكيطيبوا في الماء ديالهم وتينشفوا تماما، ما كيطلقوش الماء. كنصبر على ديك الفلفله حتى كتنشف من الماء ديالها وكتدبل، يعني كتولي كتخرج داك المذاق اللذيذ ديال الفلفله مقليه. وغادي نضيف واحد 2 حبات ديال الخيزو اللي محكوكين بشكل طولي. هنا ما غاديش نحتاج نخلي الخيزو يتشحر بوحدو، صافي كنخلط هاد الخضر ديالي تماما، غنخلطهم. وما غادي نضيف لا ملحه لا توابل، ما غنديرش توابل في هاد المرحله، كتبقى الخضر ديالنا بالمذاق ديالها. التوابل اللي غادي نضيف كلها غنضيفها مع الكفته وكيجيو رائعين. غادي نخلط وغنتاكد من ان الخضر ديالي دبالت، خيزو كذلك. وغادي نطفي على الحشو ديالي وغنخليه يبرد جانبا وغنمشي نحضر العجين. لتحضير العجين في البول ديال العجانه كندير واحد المعلقه كبيره ديال السكر سنيده، غنضيف واحد 2 معالق كبار ديال الحليب المجفف، غادي نضيف معلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز، خميره فوريه اولا معجونه اللي توفر، ومعلقه كبيره ديال الطحين فورس. وغادي نضيف قياس واحد الكاس ديال الماء دافي، وغادي نخلط هاد العناصر، غنخليهم حتى يخمروا جانبا عاد باش غادي نبدا نكمل التحضير ديال العجين ديالي. نغطي هاد الخليط وغنخليه 5 دقائق 10 دقائق. كنلقاه خمر بهذا الشكل اللي كتشوفوا. هنا غادي نضيف الطحين وباقي العناصر ديال العجين ديالنا. غادي نضيف نصف كيلو ديال الفرص وربعة ديال الطحين فينو. يمكن تنقصوا من الكميه ديال الفينو الا كتبغيو. وغنضيف 2 بياض ديال البيض والملح. عاده كنضيف واحد 2 معالق كبار ديال الزيت، اليوم نسيتهم، لكن راه كيعطيو واحد الطراوه في العجين اكثر. غادي نضيف كميه ديال الماء اللي غادي نحصل على عجين رطب ومتماسك، وكنخلي العجين ديالي كيتدلك حتى كينسجم بهذه الطريقه. غادي نضيف عليه واحد معلقه كبيره ديال الزبده اللي غادي نضيفها على مراحل، وغادي نخليها حتى كتندمج وكتنسجم ليا مع العجين ديالي. كتعطينا واحد الطراوه حتى هي العجين وكتخليه كيختمر بسرعه. الاشاره هذا العجين راه كيختمر بسرعه مع ما تدلك العجين مع ديك الزبده ونسجم معها تماما. كيولي الشكل ديالو كيف غادي نوريكم دابا. هذا هو القوام ديال العجين ديالي، كيجي هكا مطاطي ومتماسك. غادي نحطو فوق سطح العمل وغادي نشكل منه خبيزات. من بعد ما كنديه ونجيبو فوق سطح العمل بحال هكا باش كيزيد يتماسك وما يبقاش يتلصق. كنقطع وكنشكل منه 22 كره، 60 غرام تقريبا، 60 حتى 65 غرام. كناخد 2 كرات من هذاك من دوك الكرات وكنحطهم في المجمد، و20 كره غادي نحطهم جانبا نخليهم يرتاحوا باش نرجع ليهم من بعد واحد 5 دقائق 10 دقائق صافي. وكنرجع ليهم وغادي نمشي نكمل تحضير ديال الحشو ديال ساندويتشات ديالي. في الاناء غادي ندير واحد الحبه ديال الفرماج، واحد 250 اولا 200 غرام ديال الكفته. غادي نضيف عليهم واحد القليل من الهريسه، تقريبا نصف ملعقه ديال الهريسه، معلقه ديال بودره ديال البصل، قليل من الملح، تقريبا واحد نصف ملعقه حتى المعلقه ديال الملح حسب الذوق ديالكم. الابزار كنديرو باحتياط لانني غنديرها الهريسه. وعندي هنايا معلقه صغيره ديال القزبر يابس.
زيد كذلك واحد المعلقة كبيرة ديال الكاتشاب، كتضيف لينا واحد الطراوة لهاد الحشو ديالنا، وكندمج هاد الكفتة مع الفرماج والتوابل والكاتشاب. ما ضفتش الخضر باش ما نمعسهاش. ملي كيتنسجم ليا ديك الكفتة غادي نضيف الخضر. الا وصلتوا لهاد المرحله من الفيديو ما تنساوش تدعموا اختكم بزر لايك واشتراك وتفعيل الجرس. كنحرك ديك الكفته حتى كتداخل مع داك التوابل. هاد الطريقه كتجي الخضر ديالنا كتجي كفته طريه وسط من الحشوات ديالنا من سندويتشات. وكنضيف هاد الخضر وكنضيف 100 حتى 150 غرام ديال الفرماج موتزاريلا، كتبقى حسب الرغبه ديالكم، اختياري. كنخلط هاد الخضر والتوابل والكفته مع بعضياتهم، وما كنساش نضيف واحد الرشه ديال الزعتر. الحشو ديالي هو هذا، كنشكل منه 20 كره بعدد ديال الكرات ديال العجين اللي حضرت. العجين ديالي حتى هو هذا، راه بدا كيختمر. غادي نبدا نشكل في الساندويتشات ديالي. كناخذ كره ديال العجين كنقلبها وكنطلقها بهذا الشكل، كنأكد على الجوانب وكنخلي الوسط ديالها بومبي، وكنحط الكره ديالي ديال العجين وكنشد الاطراف بحيث كنشد غير العجين قليل من العجين باش ما تكونش ليا كتله كبيره ديال العجين في الاسفل ديال الكره ديالي. نفس الطريقه كنعاود نأكد على الجوانب وكنحط الكره من الوسط. ما تنساوش خصكم من لايك. تنجمع الجوانب وتنحط في الطاوه ديال الفرن، كنستمر هكا حتى كنكمل باقي الكرات ديالي. من بعد ما كنكمل كنجيب اصفر البيضه وكنضيف ليه قطرات من الخل وواحد نص ملعقه ديال الماء تقريبا، وكندهن الوجه ديال الكرات ديالي بهذا الشكل. كندهنهم حتى كنكمل. غادي نجيب الكرات ديال العجين اللي احتفظت بهم في المجمد، احتفظت بهم باش ما يخمروش، يمكن ليا نطلقهم بهذه الطريقه. طلقتهم عطيتهم هاد الفورمه بالطول، كندهنهم بالاصفر ديال البيض مزيان وكنرش بالزنجلان بيض. كيبقى لكم اختيار زنجلان بيض او زنجلان عادي. كنغطيها مزيان بزنجلان بيض، والقطعه الاخرى غادي نغطيها بالبافو. كيبقى لكم اختيار ديروا هذا التزيين اولا ما ديروش، يعني كيبقى تزيين. الحشو كنأكد على الحشو والعجين بطبيعه الحال. ما تنساوش تضيفوا 2 معالق كبار ديال زيت النباتيه. كنثبت هذاك الزنجلان والبافو بالمدلك بهذه الطريقه باش يلصق ليا فوق القطع ديال العجين. وكنجيب قطعه اولا موس وكندير اشرطه اللي فيهم تقريبا سنتيم حتى 8 ملم تقريبا. كملت الخطوط ديالي ديال الطول. كنجيب الطاوه ديالي وكنجيب ديك الاشرطه وكندير هاد السبيرال، كندير هاد الشكل حلزوني فوق الكرات ديالي ديال الساندويتش. نفس الطريقه ونفس الشكل بالنسبه للقطع الاخرى بالعجين الاخر اللي فيه زنجلان بيض. كيبقى تزيين اختياري. يمكن لينا نهزوهم هكا في اليد وندوروهم. الا حسينا بالعجين كيتلصق نقدروا نديروا قليل من الزيت في اليد ونبرمو ونديروها سبيرال هاد الساندويتشات ديالنا. اعزائي كنتمنى ما تنساونيش من اللايك. كندور حتى كنكمل. الا بقى شويه ديال العجين كنديروه في الاسفل. كنستمر بنفس الطريقه حتى كنكمل الطاوه ديالي ديال الساندويتشات. هذا هو الشكل ديالهم، اللي بالزنجلان بيض واللي بالبافو. كنكون شاعله الفرن كيسخن، كنخليهم يرتاحوا واحد 10 دقائق فقط وكندخلهم يطيبوا على حراره متوسطه حتى كيذهبوا وكيطيبوا من الاسفل. كيجيو بهذا الشكل، كيجيو رائعين وكيستحقوا التجربه. كيجيو رائعين جدا لتزيين الموائد ديالنا العشاء ولا طال رمضان. علاش لا؟ داك الحشو كيجي ديال الكفته كيجي طري وسط منهم، كيجيو طريين
وعجين اللي دغيا كيختمر واللي غيعجبكم ويعجبوا الوليدات ديالكم اكيد. وكنقول لكم الى اللقاء فيديو قادم.